السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. برحب بكل اللي بيتابعونا. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن. هنعمله زي المحلات بالظبط وبطريقة سهلة جدا 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 في البيت. تعالوا يلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب اول حاجة كوباية رز، تمام، وننقعها كويس جدا جدا جدا، وبعدين نحط عليها ربع لتر لبن. خلاص اهوت، وبكون حاطة حلة على النار فيها 5 كوبايات مية، 5 كوبايات مية. يعني كوباية رز منقوعة عليها، هيتحط على النار 5 كوبايات مية، الكوباية عليها 5 كوبايات مية، وعليها قد ايه لبن؟ عليها لتر لبن. طبعا انا مش هحط اللبن دلوقتي، انا هحط منه بس ربعه، بس جزء منه. خلاص كده مع المية وشوية الملح. هخلي الرز بتاعي يستوي، ايدي فيه وقاعدة جنبه، ما سيبهوش وامشي عشان خاطر ما ياخدش قعر من تحت ويشيط مني. خلاص تمام كده، لحد ما بقى ما دخل معايا في السوا بالشكل ده، هبتدي بقى انزل باللبن بتاعي، وانزل بالسكر ورشة الفانيليا بتاعتي. خلاص حطيت بقية اللبن كله، هو طبعا لبن دسم ويكون لبن بلدي. تمام، خدت الوش بتاعه كله، القشطة بتاعته انا حطيت عليه 2 كوبايات سكر، انتي حابة تحطي اقل اكتر براحتك. خلاص، بس هو 2 كوبايات سكر هيخليه جميل جدا. خلاص، ورشة الفانيليا. وطبعا اللبن ده انا شلت القشطة بتاعته. خلاص كلها شلت الوش كله بتاعه، وعشان خاطر اخليه غني اكتر حطيت له معلقه لبن بودره، علشان خاطر يدي طعم ويبقى غني اكتر ودسم اكتر. تمام كده، وقلبته في التقليبه الاخيره. خلاص كده هو جاهز معايا، دخل خلاص كده. ده القوام بتاعه اللي المفروض اغرفه فيه. حابه تحطي شويه نشا، بس هو الرز طبيعي بيبقى فيه نشا ومش محتاج. خلاص كده بالشكل ده، وهغرفه وتحط عليه اي حشوة عندك، اي مكسرات اللي يعجبك براحتك خالص. بس والله يا جماعة طعمه تحفة. طب نفترض انا ما عنديش مثلا كريمة لباني، ما عنديش مثلا قشطة، احطها عليه مثلا في الاخر معلقة كريم شانتيه كبيرة بودرة، وتيجي حطها عليه ومقلبها عليه، هيديله طعم زي الكريمة اللباني وزي القشطة بالظبط. تمام كده يا جماعة، وده شكله معانا. يا رب يكون عجبكم. ما خدش مننا اي وقت، ومنتهى السهولة، ما فيهوش اي حاجة. الطعم بقى زي بره بالظبط، ويمكن احلى وانضف طبعا، لانك انتي عامله حاجتك وعارفاها شكلها ازاي. ارجو تكون الحلقه عجبتكم، يا رب بألف هنا وبألف شفا، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.